السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوي لكم دياي تندوري بالسوس بالعيش الأصفر. شفتوا ايش كثر؟ اليوم تأخرت لأنه ما عندي شيء أسوي، حق أمي كل شيء موجود، فطبخاتي أنا أأخرها لأنه ما تعوق. المهم عندنا صدور دياي، تبون أي نوع دياي تقدرون تقطعونه بالطريقة اللي تبونه. أنا شو أسوي في الصدور؟ أقطع الصدور عقب أطقهم بقلاص، بالمطرقة مالت الأكل، بالهاون، بس على تطقونهم بالقوة ترى بسرعة بتفرفت الدياي ما في روح. شوفوا، تبونه مكعبات سووا الطريقة اللي تبونها، لا يوقفكم شيء. بهارات أول شيء نتبل هذه، مو بشرط يوم قبل، ليلة قبل، ساعة قبل، لا، في نفس الوقت. هذه لذيذ وسهل وبسيط. بهارات الحين بقول لكم. يلا توكلنا على الله، ذكروا والله لا إله إلا الله محمد رسول الله. ملح، بابريكا، كمون، كزبرة، فلفل أسود، ثوم، وعصير الليمون، ونخلط. ونسيت ألبس القفاز. هني الدياي تقدرون تقلونه، تشونه، تحطونه في الاير فراير، على راحتكم. انا شو اسوي؟ اقلي زيت خفيف، وهذه الطريقة. او حتى لو الدياي متين تحطونه بدون ما تجيسونه 3 دقائق، الجهة الثانية دقيقتين، جاهز داخل ينضح. نسيت اغسل العيش، يلا خلي دي، بروح اغسل العيش وبرجع لكم باذن الله. مثل ما قلت لكم، اي شيء تبون تستخدمون، هاي مالت الشواي، تبون طابة عادي كذي، اي شيء لا يوقفكم تقول لا ما عندنا الا نسوي نفسك، لا مو شرط. شوف الطاوة صار حار، لا بسم الله. ممكن حطيت ترى مسحت شوية الزيت انا هنا. خلاص جهز، ما يعوق يعني، اسرع ترى من الاير فراير. لو قدر الله ما نضهني، عندنا السوس بينطبخ وياه، بس هذه الطريقة لا تاكلونه وانتم ضامنين ان الدياي ناضج. اخلص الدفعة هذه كلها واقول لكم اقول شو اسوي. واهم شيء لين حطيت الدياي كل ساعة تقلبونه، ما بينضج. شوفوا هي قلبة واحدة خلاص. هاي كل ساعة رايحين جايين تقلبونه، لا الدياي ما بيستوي. يبينا شوية. الحين الشغل، زيت، بصل، ثوم. في ناس وايد ما يحبون الثوم، البصل، ترى اي شيء احطه ما تحبونه لا تحطونه. معجون الطماط، بحط كريمة حامضة. اللي ما عنده كريمة حامضة او ما محصلها، تقدرون ترى كل مكان موجودة الحين، كل مكان تقدرون تحطون جيمر. انا بحط كريمة حامضة ويا حليب جوز الهند. ما عندكم حطوا جيمر، حطوا كريمة الطبخ، غيروا. انا بحط هذه وايد لذيذة في الاكل. كريمة حامضة، حطيت تقريبا قفشتين كبار، قفشتين اكل. حليب جوز الهند، الطابة صغير، لازم احطه في شيء اكبر، وايد صغير. هني الصوص، ملح وبهارة تندوري بس، وبحط فيه لون الزعفران. انا احب يكون برتقالي، بس خليه يطبخ شوية.
يبتدي يطبخ كذي. شوفوا، نزلوا الدياي. تخلونه على نار هادئة 10 دقايق. حق العيش هني حطيت زيت وملح، بحط كركم، وبحط بهار التندوري. ترى مو بهار تندوري. نزل العيش. هني الدياي خلاص جهزها، تمخمخ عدل. نحطه في الحرارة عشان كل واحد ينشب له عيش، وعقب يحط له هذه من فوق. اراويكم عقب شلون خلصت من العيش. ترى انا اشخله، تقدرون تكبسونه. تبون اللون الزيادة زيدوا كركم، بس كذي حلو فاتح. بس شوي يصير لين. المفروض ما بطل جدر الحين كلش، بس لازم اصور لكم ارويكم الداخل. بسم الله. نحن الدياي ما علي قاعد يغسلون الماعين. لا ترى بقول لكم لين اسوي اطبخ من وقت، يعني من عقب صلاة الظهر وايد ابراك. شو الحين الساعة كم وللحين ما خلصت. بس زين ناخذ شوس. ما شاء الله صبر شوي. دقيقة تحطونه كذي. ترى الطريقة موجودة في انستغرامي كذي. زين تزين. اللي حاب هني حط الفلفل الأحمر المجروش اللي هو التشيلي فليكس، وايد لذيذ، يعطي الطعم. بس أنا اللي عندي هني داخل المطبخ صاروخ وايد حار، فأنا شو بسوي؟ بحط بابريكا. قلت لكم هاي البابريكا موجودة عندي في حسابي الثاني من تركيا من القرى. انزين شبنت حشيش اللي تبون، أنا بحط شبنت. بس علينا وعليكم بالعافية.